الآن بصورة منطقية يبقى الكلام عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفضل الصلاة فيه وأهميته وقيمته ومكانه وشانه. هو منطلقنا في الابتداء أن المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب من قبل، وبعد ذلك كره هذا الاسم لأنه من الأذى، ومنه قول الله تعالى: لا تثريب عليكم. وتثريب ثرب ويثرب هذه من المشتقات، لأنه كانت المدينة فيها شيء من المرض والوخم والداء الذي كان موجودا على المدى، لكنها مع ذلك تنورت بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. فلو لم تكن الهجرة ولو لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لما كان هناك المسجد النبوي، ولما كانت البقيع، ولما كان قباء، ولما كان مسجد القبلتين، ولما كان أحد. لا يوجد هذا كله لو لم تكن الهجرة النبوية. لكن الله تعالى شاء أن يكون وجود النبي عليه الصلاة والسلام هو تغيير من حال المدينة التي كانت يثرب، من حالة مدينة من المدن إلى حرم من الحرم. فأصبح الذهاب إلى المدينة عبادة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فهي إذن حرم مع الحرم، مع الحرمين آخرين، فهي ثالث الحرمين، والله القدس ثالث الحرمين إذا ابتدأنا بالترتيب الذي ذكر. لكنها يبقى لها شانها ومقامها بوجود النبي عليه الصلاة والسلام فيها. والآن قلوب الناس كلها تتوجه إلى المدينة، الناس يشتاقون ويرغبون وينفقون أموالهم وأوقاتهم ويذرفون الدموع ليصلوا إلى تلك البقاع التي ملئت نورا وخيرا وربطت بالوحي. الوحي ابتدأ في مكة من غار حراء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومواقع نزول الوحي عليه في مكة. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انتقل هناك، فبدأ الوحي ينزل عليه هناك. ولعل هذه القصة الشهيرة للناقة، وهي صحيحة ثابتة، أن الأنصار الذين كانوا بالمدينة كانوا يريدون أن ينالوا الشرف، كل يريد أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده، ويريد أن يكون ضيفه وأن يحل عليه مكرما معززا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ناقته القصواء: قال لهم: دعوها فإنها مأمورة. وتتحرك الناقة وتتهادى إلى أن تبرك في المكان الذي أراده الله. مسألة أمر ليس فيها اختيار مرغوب البشر، وفي هذا رفع للحرج على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتساوى الناس عنده، فلا يفرق بين غني وفقير، ولا بين كبير وصغير، ولا عظيم وحقير. فهو في محل النبوة، ومحل النبوة يقتضي العدالة، ويقتضي أن تكون مسافته من الناس متساوية حتى يكون لكلامه تأثير ولأحكامه معنى. فإذا بالله تعالى يخرجه من الحرض وتبرك الناقة في المكان الذي بني فيه المسجد النبوي الشريف لأول مرة. وهذا أمر كان قد قدر بقدر الله، فنالت المدينة هذا الشرف. وإذا بنا نعبر عن مسجد النبي، هذا الذي عبر عنه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، باب ما جاء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح المسجد مسجد النبي، وهو في الحقيقة منسوب إليه لأنه هو الذي بناه والذي أمر ببنائه بأمر الله، ثم دفن فيه. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سألوه: يا رسول الله أين ندفنك؟ قالوا: ما من نبي يموت إلا يدفن حيث مات، في المكان الذي مات فيه يدفن فيه. فكان قدر الله
أن مرض صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة، ولما مات أمرهم صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته أن يدفنوه هناك في ذلك المكان، فدفنوه في الحجرة التي أصبحت فيما بعد تسمى الحجرة الشريفة، وقد دفن فيها سيدنا أبو بكر الصديق، ودفن فيها سيدنا عمر بعد ذلك، بعد أن استأذن السيدة عائشة رضي الله عنها فأذنت له، وبقي إلى يوم القيامة موجودا ذلك النور والإشعاع الذي هو موجود في تلك البقعة. هذا النص الذي بين أيدينا مروي عن سيدنا أبي هريرة. سيدنا أبو هريرة ترجمنا له من قبل، وهو أشهر من نار على علم، معلوم معروف رضي الله تعالى عنه. قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإنه مستثنى من هذا الحكم العام. فهنا يذكر نص أفضلية المسجد النبوي على سائر المساجد، ويذكر أيضا أفضلية المسجد الحرام على سائر المساجد. فهناك إذن ترتيب، ولكن للعلماء عليه تعقيب، وفيه أيضا تفصيل في هذه المسألة، مسألة الأفضلية، أفضلية المدينة ومكة. والاختلاف إنما هو اختلاف في تأويل المعنى الذي ورد في هذا الحديث النبوي. فتأوله قوم منهم عبد الله بن نافع الزبيري صاحب مالك على أن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول قال هي أفضل من المسجد الحرام، وهذا لا يظهر في ظاهر النص، لا يظهر، ولكنه رأي له، لأنه روى على أن الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام، ولكن بدون 1000 درجة. وقال أفضلية المسجد النبوي على سائر المساجد ب1000 درجة، وأفضلية المسجد النبوي على المسجد الحرام بدون 1000 درجة، دون أن يكون فيه تفضيل خاص. فضل عن سائر المساجد ب1000 درجة، لكن على المسجد الحرام قالوا إنه فضل عليه سكت في هذا. لكن إمام ابن عبد البر في التمهيد يقول بأن هناك جماعة من المالكية، وبعضهم يروي هذا عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم، يقولون بهذا، ويقولون بأن المسجد النبوي أفضل، وينطلقون في هذا من أفضلية المدينة على مكة، أو أفضلية مكة على المدينة. يعني المسألة تبقى مسألة خلافية، ويقفون عندها. فهو قال بأن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وعطاء والكوفيون يرون بأن مكة أفضل البقاع على الإطلاق. إمام الشافعي وأهل مكة وعطاء يقولون، عطاء بن أبي رباح يقولون بأن مكة هي الأفضل، هي الأفضل، أفضل بقاع الله تعالى في الكون هي مكة المكرمة. والإمام مالك والمدنيون يعني أهل المدينة يقولون إن المدينة أفضل، يقولون إن المدينة أفضل من مكة. هذا تأويلهم. والبغداديون أهل العراق بما فيهم الإمام أبو حنيفة يقول بعضهم إن مكة أفضل، ويقول بعضهم إن المدينة أفضل. لكن ابن عبد البر يلخص هذا الخلاف الموجود بين العلماء، يقول بأن عامة أهل الأثر، وهم العلماء المحققون المدققون، قال عامة أهل الأثر والفضل والفقه على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في المسجد النبوي ب100 مرة، لأن تفضيل للمسجد الحرام ب100,000 على سائر المساجد. لكن هل يفضل على المسجد النبوي كما يفضل على سائر المساجد مسجد الحرام؟ قال
ابن عبد البر إنه يفضل ب100، وهذا نقلا عمن ذكر هذا، قال إنه يفضل ب100 مرة. المسجد الحرام على المسجد النبوي يفضل ب100 مرة. وزعم بعضهم العكس، زعم أن المفاضلة ب100 مرة بين المسجد النبوي والمسجد الحرام على عكس ذلك، يعني أن يكون المسجد النبوي أفضل. قلنا وهذا يقول به المالكية، بعض المالكية. وقد روي أن صلاة في المسجد الحرام تفضل على المسجد النبوي ب100 صلاة وعلى غيره ب1000. هذا نص ورد، نص ورد ب100 صلاة. المسجد الحرام يفضل على المسجد النبوي ب100 وعلى غيره ب1000. هذا غير المشهور، غير المشهور الذي نعلمه جميعا، سنأتي إليه. هناك أيضا حديث ابن جريج، حديث ابن جريج هذا أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل ب1000 صلاة على ما سواه. هذا أيضا نص أيضا. وترون بأن العدد يختلف، هذا يقول 100 وهذا يقول 1000. ولعل بعضهم قال بأنها تفضل، المسجد الحرام يفضل على غيره ب1000. الألف هي المليون. واحد مرة كان ذهب إلى أمير شاعر من الشعراء، ذهب إلى أمير فأنشده قصيدة، فلما أنشده قصيدة كتب له صكا ب1000 دينار، وكانت الإمضاء مغيرة كعلامة بينه وبين الصراف حتى لا يصرف له. فلما ذهب بها إلى الصراف وجد الإمضاء فقال له: ما عندنا دينار ولا درهم في الخزينة. فتفطن الشاعر إلى ما وقع، فكتب له على ظهر ذلك الصك تلك الورقة. ومن هنا جاء معنى الصك، الصك الشيك الذي يضعه الآن الناس، كان موجودا قديما. قال له: إذا كانت عطاياكم، كتب له فوقها، قال له: إذا كانت عطاياكم صكوكا تدبج بالأنامل والأكف، ولم تكن العطايا من نقود، فهاكم خطي ب1000. قالوا: إذا كنت أيها الأمير تعطي سكا ولا قيمة له من مال، فأنا أستطيع أن أعطيك سكا ب1000 دينار، ولكن لا رصيد له، لا رصيد له. فقالوا: إن كلمة سك جاءت من ذلك العهد القديم: إذا كانت عطاياكم صكوكا تدبج بالأنامل والأكف، ولم تكن العطايا من نقود، فهاكم خطي ب1000. فقالوا بأن المسجد الحرام يفوق ب1000 درجة. وهناك حديث أم الدرداء وهو حديث شهير، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل المسجد الحرام على سائر المساجد ب100,000 درجة، وفضل المسجد النبوي ب1000 درجة، وفضل المسجد الأقصى ب500. هذا هو المعروف المشهور المألوف الذي يوجد عندنا ونسمعه دائما ويكتب. أيضا لما يرغب الناس في زيارة الحرمين في العمرة أو في الحج يذكر لهم هذا الحديث، وهو حديث صحيح. هذا الذي ذكر. ولعل أمر فقط مرتبط بأن هذه البقعة التي هي مكة لها أفضلية لأنها محبوبة الله، وتلك لها أفضلية لأنها محبوبة رسول الله، فيكون لها من الفضل بقدر ما لله من الفضل على عباده وإن كان رسولا. فإن الله تعالى له، قالوا: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الأطعمة. الثريد له مقام عند العرب، ولهذا كان لها فضل على سائر النساء. ولعل الله تعالى له فضل على عباده، فكان ما يكون منسوبا إليه له من الأجر ما يتناسب مع مقام العطاء منه. ونقول المسجد النبوي فينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له من العطاء ما يكون متناسبا مع مقام النبوة. ثم لما ننسب المسجد الأقصى ننسبه إلى النبوات وإلى ما يكون فيه من فضائل ورحمات، فيكون له أيضا مقامه ومكانه وأجره
الذي خصص له. وقد رووا أن الإمام علي كرم الله وجهه مرة سأل، قال لهم: أتعلمون ما أعلم؟ قالوا له: وما تعلم؟ قال لهم: والله إني لأعلم أحب بقعة إلى الله تعالى، وأعلم أيضا أفضل بئر في الأرض، وأعلم أيضا أطيب أرض الله ريحا. هذا كلام سيدنا علي، هذا ليس بحديث ولكنه كلام سيدنا علي. قال لهم: إني لأعلم هذه الثلاثة، أتعلمون؟ قالوا: والله ما نعلم. قال: أما أحب بقعة إلى الله في الأرض فهي المسجد الحرام، فهي بيت الله التي هي المسجد الحرام. وأما أفضل بئر في الأرض فهو بئر زمزم، أفضل بئر على الإطلاق، زمزم لما شرب له، وهو أفضل بئر في الأرض، طعام طعم وشفاء سقم، فهي إذن أحسن بئر في الكون. وأما أطيب الأرض ريحا فهي الهند، قال: لأن الله تعالى أنزل فيها آدم عليه السلام، فجاءها لأول مرة بشيء من ريح الجنة، لأنه نزل مباشرة منها. قال: فكان من ذلك الريح ما بقي في شجرها وعشبها وزهرها ومنبوتها، بقي ذلك. هذا كلام سيدنا علي كرم الله وجهه، وهو فقط يشير لنا بداية على أن المسجد الحرام أحب بقعة الله تعالى في الأرض. هذا بالنسبة للحديث الأول. بالنسبة للحديث الثاني والثالث تقريبا نفس المعنى المراد. قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، نفس الكلام مكرر في المعنى متضمن، الثاني متضمن في الأول مع زيادة عبارة ومنبري على حوضي. قال هنا الفقهاء بأن البقعة هذه التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام الروضة، وهي روضة من الجنة، الروضة الشريفة الموجودة بمحاذاة قبره الشريف وبيته الذي يوجد فيه قبره الآن، وهو حجرة السيدة عائشة. فما بين الحجرة وما بين المنبر قال: روضة من رياض الجنة. قال بعضهم: سميت روضة من رياض الجنة لأنها سترفع بعد نهاية الدنيا، سترفع بإذن الله سبحانه وتعالى فتلحق إلى الجنة، ترجع إلى الجنة. فكأن الله تعالى جعل فيها من ذلك السر ما يجعل لها الخصوصية. وقد ذكرنا مرة أن فقيها أفتى من أقسم على زوجته بأن لا يلتقيها في الدنيا إلا في الجنة، فإذا به يفتيه بأن يذهب إلى هناك وأن يلاقيها في الروضة. قالوا: لا أجد لك سبيلا إلى التحلل من يمينك إلا أن تذهب إلى ذلك المكان، فإنه المكان الوحيد الذي من الجنة. فلذلك لما تذهب إلى هناك وتلتقي بزوجتك فأنت تتحلل من يمينك الذي قلت، ولا آنئذ لا طلاق عليك، أنت لاقيتها هناك. ولعل المعنى ها هنا واضح، أن المسألة على حقيقتها وليست على المجاز. وبعضهم يقولون إنها مجاز، يعني ما يكون في الجنة يكون فيها من نفحات ورحمات ونور وإشراق وبركة. قال بعضهم هذا، قالوا إن المعنى ها هنا يؤخذ بمجازه. وقال قوم إنما يعني بعض المفسرين الآخرين الشارحين، قالوا: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، قالوا إنما يعنون بها أن الناس يتعلمون فيها العلم ويقرؤون فيها القرآن ويذكرون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن رياض الجنة إنما هي حلق الذكر. إذا رأيتم، قال سيدنا أبو هريرة:
فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر والقرآن، لأن فيها الرحمة وفيها ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كاجتماعنا هذا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقالوا بأن المعنى ها هنا. هؤلاء قالوا هذا. وقوم قالوا إنه يعلم فيها القرآن والعلم الذي يقود إلى الجنة. هذا أيضا معنى آخر، معنى ثاني. قالوا إنه يعلم فيها العلم والقرآن الذي إن تشبث الإنسان به فهمه تعمق فيه وامتلأ قلبه به ووجدانه وعمل به فإنه سيكون قائده إلى الجنة. كما يقال بأن أم الإنسان باب جنته. الجنة تحت أقدام الأمهات، الأثر المذكور: الجنة تحت أقدام الأمهات، بمعنى أنه ليس تحت أقدامهن، وإنما بسبب طاعتهن تدخل الجنة. هذا هو المعنى: بسبب طاعة الأم يدخل الإنسان إلى جنة الله، فيكون المعنى هنا مؤدى. لكن قوله ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة تفيد على أن المسألة مسألة محدودة معلومة في مكانها وحدودها، لأنه لو كان الأمر مطلقا على المسجد النبوي كاملا لما ذكر الحدود من وإلى، قال ما بين إلى، فهناك ابتداء الغاية وهناك انتهاء الغاية. قال ما بين قبري ومنبري، والآن الروضة موجودة محدودة معلومة، وليست المسجد كاملا، مع أن المسجد كاملا له الفضل، والمصلي في المسجد النبوي يأخذ 1000 عما سواه، وإن لم يصلي في الروضة، يصلي في أي ركن من المسجد النبوي يأخذ الأجر كاملا. ولكن للروضة خصوصيتها ولها نفحاتها ولها سرها ولها قدرها ولها مقامها عند الله. هذا الذي يمكن أن يذكر ها هنا. ثم قال منبري على حوضي، منبري على حوضي. هنا بعض العلماء يقولون بأنه صلى الله عليه وسلم أراد أنه يوم القيامة سيكون له حوض، والناس يأتون إليه المؤمنون يشربون منه، ونحن نسأل الله أن نكون ممن يشرب منه، لأن من يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فهي شربة أبدية وشربة ذهبية، أنها فرصة. ولهذا يدعو الله تعالى أن يكون ممن يرد على الحوض وممن يشرب منه شربة هنية. هنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن له منبرا، قال بعض العلماء أراد أن له منبرا يوضع على حوضه يوم القيامة. قالوا بأنه ليس هو المنبر الموجود في المسجد النبوي، وإنما يوضع له منبر من نور. وقد وقع هذا على يمين الرحمن في حديث قدسي، يقول على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين قوم على منابر من نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله. قالوا حلهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا. قال هم قوم اجتمعوا على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. إذن فيه منابر من نور، كأن بعض العلماء يقصد هذا. قال أنه يوضع للنبي عليه الصلاة والسلام منبر، ولكنه منبر غير المنبر الذي يوجد في الدنيا، لأن هذا منبر من مادة، من خشب والله من أبنوس والله من رخام والله ما نفعله، ما يوضع في المساجد في الدنيا، حتى في المسجد النبوي
المنبر الذي هو موجود هو منبر موجود، أصوله كانت من زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما هو موجود الآن ليس المنبر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، وإنما حسن وزين. الملوك وأصحاب الخلفاء وأصحاب المقامات والأموال كانوا يتنافسون في نقش المنابر وفي إهدائها. كان صلاح الدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونعمه بالجنة وقد اصطفاه بفتح القدس في زمان المحنة والنكبة، هذا كان قد صنع منبرا قبل أن يفتح القدس، وصنع منبرا للقدس الشريف، وما إن فتح القدس حتى وضع المنبر في القدس الشريف وبقي منبره إلى يوم الناس هذا، هو موجود. وكذلك الشأن بالنسبة للمسجد النبوي والمسجد الحرام، أيضا المنابر تتغير بتغير الزمن وتحسن وتجمل وتوضع من الرخام العالي، والله من الأبنوس، والله من الخشب الراقي، وتنقش نقشا كبيرا. فالمنبر ليس هو الذي حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جذع النخلة الذي كان يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كثر الناس اتخذوا له منبرا من 3 درجات، وكان يقف عليه صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس. الآن منبر في درجات كبيرة، منبر عالي وشاهق. إذن هم قالوا بأنه منبر من نور، وبعضهم قال المنبر نفسه الذي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يرفع ويوضع له هناك، وقيل إنه المنبر الموجود الآن في المسجد النبوي هو الذي يرفع ويوضع هناك. هذا ليس على الله ببعيد ولا عزيز. الله تعالى يفعل ما يشاء. لما قال لنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله الذي أوجد من عدم يقدر على أن يعيد الأمور كما كانت، وعلى أن يأخذ من ما كان في التاريخ ما يعيده لأن يعيد حركة حياته من جديد. ما ذلك ببعيد. لكنه إن كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه أو بعد زمانه أو منبر من نور يوضع له، المهم أنه سيكون على الحوض، على طرف الحوض، والناس يفدون إليه. لكن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كان قد روى لنا ما ورد هنا، بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه سيرد على الحوض، قال لا يردن علي على الحوض أقوام حتى إذا عرفتهم مؤمنون، والمؤمنون يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، قال أعضاؤهم تكون منيرة وجباههم نواصيهم تكون منيرة، لأن أثر الوضوء يكون عليهم فيكونوا مميزين، يعني معلومون. النبي عليه الصلاة والسلام يراهم فيعرفهم، يعرف أمته. قال غرا محجلين من آثار الوضوء، قال ليردن علي الحوض أقوام حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء لما يأتون قادمين إلى أن يصل قريب من الحوض، لما يصل قريبا من الحوض يتأرجح ويتعثر ويحال بينه وبين الحوض. قال فأقول يا ربي أمتي هؤلاء من أمتي فكيف يمنعون عن الحوض؟ قال فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. مشكلة أنك تعرفهم بسيماهم ولكنك عرفتهم على الأصول، لكن التغيير هو الذي حال بينهم، الذين غيروا السنة والذين عصوا الله والذين فرطوا في الدين والذين باعوا قضاياهم والذين خانوا أمتهم، هؤلاء يتعثرون لا يصلون إلى الحوض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يا ربي أمتي، قال فيحال بيني وبينهم،
هذه مشكلة كبيرة. الإنسان الذي يريد أن لا يحال بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحوض يجب عليه أن يهيئ الأسباب، أن يعمل الصالحات، أن يطهر قلبه، أن يصفي نيته، أن يتوجه بيقين إلى ربه، أن يعبده حق عبادته، أن يتشبث بمحبته لنبيه، أن يدعو الله، أن يكون من الناجين في الدنيا ومن الفائزين بالحوض الشريف والجنة في الآخرة.